اكيد بقى هو ده الفيديو اللي هتقول لنا فيه ناخد فلوسنا امتى من الدكتور. والله لسه، بس لو عايز تعرف انواع الدكاتره اللي انت ممكن تتعامل معاهم ويوقعوك في المشكله دي، كمل الفيديو معايا. في كلية طب الأسنان مؤخرا بدأوا يدرسوا مادتين مهمين جدا جدا جدا، وأنا شايفاهم يمكن من أحسن الإنجازات أو التغييرات اللي حصلت في اللائحة الجديدة. مادة أخلاقيات المهنة اللي هي الإثكس، ومادة إدارة الأعمال. والحقيقه الاثنين دول هيضيفوا فكر جديد جدا على الدكاتره اللي هتتخرج في السنين الجايه، احسن بكتير من الحاجات اللي احنا كنا مفتقدينها في السنين اللي فاتت. طب انا ليه بقول الكلمتين دول؟ لان بمنتهى البساطه كلنا كدكاتره اتخرجنا من كليه طب الاسنان عندنا الاساسيات اللي تخلينا نشتغل كل حاجه، حشو وخلع وجراحه وتركيبات وزراعه و بكل الفروع. علشان كده دايما مجال طب الاسنان معروف عنه ان الدكتور اللي بيطلع بيشتغل على طول، مش زي طب بشري اللي لازم يتخصص واللي لازم يبقى بيشتغل في مجال محدد، والا لو ما عملش كده هيبقى مصيره في الاستقبال. وده بيخلي دكاتره كتيره جدا من الخريجين الجداد بيبقى عندهم الحماس الزايد اللي عايز يجرب كل حاجه، او اللي عايز بمعنى اصح يشتغل كل حاجه ويتعلم كل حاجه، فبيدخل بقلب جامد وبصدر مفتوح على كل الحالات. وهنا بقى السوق والدنيا بتبدأ تختبر معدن الدكتور. ففي الدكتور اللي هيبقى حريص جدا على انه يتعلم ويعمل الحاجة بشكل كويس ويراعي ضميره ويراعي انه بيتعامل مع بني ادم ربنا خلقه، وفي الدكتور اللي هيبقى داخل كلية طب الاسنان علشان فلوسها حلوة وازاي اعرف اطلع من المريض قرشين حلوين. خلينا نبدأ بأسوأ الانواع، الدكتور اللي ما عندوش ضمير. في الغالب بيبقى دكتور دخل كلية طب الأسنان علشان هو سمع بالسمعة إن دكاترة السنان بياخدوا فلوس كتيرة جدا والإجراءات بتاعتهم غالية. طب ما حلو ده، ما أدخل وبعد ما أتخرج سنة سنتين أقلب فيهم عيشي وأعمل لي خميرة محترمة. في الغالب الدكتور ده مش هيبقى من أحسن الناس اللي بتجيب خامات بجودة عالية، ففي الغالب هيبقى ريت الفشل عنده كبير، وفي الغالب هيبقى شغال في المناطق النائية اللي على الأطراف، مش في وسط البلد ومش في أماكن ظاهرة كتير. طب هو بيعمل كده ليه؟ ايا كانت نيته ملناش دعوه، في الاخر زي ما قلنا قبل كده ان كل بني ادم دايما بيجري ورا الربح، سواء الربح ده مادي او معنوي، وبيختار الطريقه المناسبه اللي تخليه يحقق الهدف ده. في الحاله دي لو حصل اي مشكله نتيجه لخطا من الدكتور، انت تماما معاك الحق انك انت تخليه يعيد لك الاجراء بتاعك على حسابه من غير ما تدفع ولا مليم، ولو رفض انت من حقك انك انت تطلب انك انت تسترد فلوسك بالكامل. طب هل ده هيحصل؟ في الغالب لا، لان في الغالب النوعيه دي من الاشخاص بيبقى همهم تجميع فلوس اكتر من همهم الفايده اللي هتعود على المريض. سؤال مهم جدا، هو انا هعرف منين ان انا الدكتور اللي رايح له ده ما عندوش ضمير؟ في الغالب النوعيه دي من الدكاتره هنبدا نعرفهم بتكنيك بسيط جدا او بحاجه بسيطه جدا غالبا كلهم بيعملوها. 90% من الدكاتره هيقولوا لك على كل الحاجات اللي موجوده في بقك. عندك الضروس الفلانيه عايزه تتحشي، الضروس الفلانيه او الجذور الفلانيه عايزه تتخلع، عندك كذا عندك كذا عندك كذا، وهيحط لك خطه علاج شامله. لكن وقت ما هيجي يبدا معاك خطه العلاج دي ويبدا في تنفيذها، هيحط لك مده زمنيه ومش هيبدا يشتغل في كذا حاجه مع بعض. النوع التاني من الدكاتره وده نوع لطيف كده لذيذ خالص، هو بيبقى عارف ان هو عامل الحاجه غلط بس ضميره بيوجعه، فبيعمل الحاجه مش باحسن طريقه، بس هي دي الطريقه اللي على الاقل هو اتعلمها او ما طورش نفسه عشان يتعلم احسن منها، بس بيقول ان شاء الله هتعدي على خير باذن الله، ربنا هيسترها معايا والمريض مش هيجي يشتكي تاني. وفي الغالب النوعيه دي لو رحت له باي شكوى من الشكاوى اللي احنا كنا قلنا عليها في الحلقات اللي فاتت، هيتفاوض معاك او هيبدا يعيد لك الشغل تاني، بس ممكن يحملك جزء من التكلفه. طب هو ده طبيعي؟ لان خليني اقول لك معلومه كده على جنب علشان ابقى بديك المقادير كلها على بعض، وعلشان اكون شفافه معاك بشكل كافي. ما ينفعش اقول لك ان في حاجه اسمها ان 100% الغلطه من عند الدكتور. هو ممكن الدكتور يكون مشارك في جزء من الغلطات، ودي حاجه انا ما بقولش ان احنا نعديها وما بقولش ان احنا نعممها، ومش مقبول تماما ان يبقى الدكتور عليه جزء من الخطا. في الحاله دي ممكن تكون اعاده الاجراءات للمره الثانيه بتخليك تتحمل نص التكلفة أو جزء من التكلفة، فما بتدفعش ثمن الإجراء بالكامل تاني.
لان هنا الدكتور مشارك معاك في المشكله. النوع الثالث من الدكاتره، ويمكن انا كنت في الخانه دي في يوم من الايام اول ما اتخرجت، هو النوع اللي زي ما قلت قبل كده عايز يتعلم، عنده الحماسه بتاعه الشباب ان هو طلع واتخرج فعايز يعرف انا شغفي فين، فابدا اجرب كل الحاجات. بس مش ببدا اجرب وبس، اصل هي بق الناس مش لعبه، لكن في الوقت اللي هو بيجرب فيه انه يتعامل مع اكبر قدر من الحالات او اكبر قدر من المشاكل اللي بتقابله او اكبر قدر من الاجراءات بمعنى ادق، بيبدا يطور نفسه في حاجه معينه، او بيبدا يقرا كتير، بيبدا يتعلم كتير. الوضع ده او الدكتور ده غالبا بتبقى معظم حالاته بنسبه 70 ل 80% فيها نسبه نجاح عاليه جدا، لكن بيحصل معاه حوالي 20% من الحالات بيحصل فيها فشل. وهنا الدكتور نفسه بيبدا يتحمل النتيجه كامله. هل عشان هو غلطان؟ لا، علشان الدكتور في الوضع ده بيبقى هدفه انه يتعلم، فبيبقى حاطط مصلحة المريض قدامه، لان في كل حالة فشلت منه ورجع عالجها ونجحت هو بيتعلم حاجة جديدة. وهي دي ميزة الجانب ده، او هي دي ميزة المجموعة دي من الدكاترة. فبنلاقي الدكتور ده بعد ما يتخرج كان في مكان، بعد 2-3 المنزلة بتاعته أو المكانة بتاعته بدأت تعلى، بعد 4-5 سنين بيبقى في حتة تانية خالص، لأنه بيبدأ يحط كل التجارب وكل الخبرات وكل فشل في أي إجراء حصل عنده كنوع من أنواع التجربة الجديدة اللي بيتعلم منها ويعرف إزاي يصلحها ويضيفها لملف الخبرات بتاعته. النوع الرابع من الدكاترة هو الدكتور المتخصص في حاجة معينة، ولو هتسألني هقولك إن أنا برشح لك دايما إن أي دكتور تتعامل معاه لازم يكون متخصص. هل ينفع مثلا تبقى أنت عايز تكشف على قلبك وتروح لدكتور استقبال؟ في الغالب لا، في الغالب كل واحد فينا بيدور على التخصص اللي هو رايحه بالذات، والتخصص الدقيق اكتر كل ما كانت الموضوع اكبر. فما ينفعش ابقى انا عايز اعمل حشو عصب واروح لدكتور معروف عنه ان هو بيعمل زراعه، ما ينفعش ابقى عايز اخلع ضروسي او اعمل جراحه واروح لدكتور هو مكتوب على اليافطه بتاعته انه اخصائي حشو مثلا. النوعيه دي من الدكاتره في الغالب ما بيعملوش غير الحاجات التخصص بتاعهم، زي مثلا لما بيجي لي حاله عايزه تعمل حشو او عايزه تعمل حشو عصب، في الغالب بيبقى الاختيار الامثل في الحل ده ان انا احول الحالات دي على الاخصائي اللي موجود في العياده، اللي هو اصلا ده تخصصه الاساسي. ليه؟ لكذا سبب. اولا هو هيعمل الشغل ده ادق مني بكتير لان ده تخصصه مش تخصصي. ثانيا المريض هيستفيد. ثالثا الاجراءات مش هيحصل فيها نسبه فشل عاليه، وهنا هتبقى انت حافظت على فلوسك وانا حافظت على وقتي وعملت الحاجه اللي انا اصلا متخصصه فيها. ولو ما طلعتش من الفيديو ده غير بالمعلومه دي فانا هكون مبسوطه تماما ان لما تفكر تعالج سنانك يا ريت تروح للدكتور اللي في التخصص بتاعك، بلاش الدكتور اللي بيشتغل كل حاجه واي حاجه. في الفيديو اللي جاي بقى هقولك على الاسباب اللي ممكن تبقى انت السبب فيها علشان تعرف تتفاداها بشكل كويس وتريح نفسك من كل وجع الدماغ ده.